السلام عليكم. في نوعين أسوأ من بعض من اللي معاهم فلوس، أنت أكيد اتكعبلت فيهم في حياتك. خلينا نسمي الأول عوض على اسم فريد شوقي الله يرحمه في مسلسل البخيل وقلب. الشخص ده ملياردير حرفيا، ممكن يقعد ساعة معاك علشان تنزل 20-30 جنيه في سلعة قيمتها مليون جنيه. وخلينا نسمي التاني أو النوع التاني جوني على اسم أحمد مكي في مسلسل الكبير قوي اللي هو أنا غني. لازم تعرف إن أنا غني بأي شكل، هلبس ماركات غالية، هبص للناس بقرف، الفلوس عندي عبارة عن ورق ملون، عندي منها كتير قوي، وفي إيدي ديتول. أي حد عايز يكلمني لازم أرش عليه ديتول أطهره وأعقمه الأول قبل ما يتكلم معايا. عوض من أسوأ الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، لأن حبه للفلوس بقى مرض، عايز منها كتير، عايز يكنزها، يخليها، يكترها بأي شكل، حتى لو بالشحاتة من الناس، حتى لو هيبيع، أنا آسف يعني، حياء وشه قدامك. وجوني تاني أسوأ شخصية، لأنه غروره قاتل وحبه للمنظرة بيحوله لشخصية سامة بتسم حرفيا كل اللي حواليه. تصدقوا بقى إن الاتنين دول ممكن يكونوا موجودين في شخص واحد؟ أكيد قلتوا لأ، أكيد. أنا بقى شفت حد لا داعي لذكر اسمه، كان صاحب عمل يعني، هو مع موظفينه العمال وأي حد عايز منه فلوس عوض ابن عوض، ويتمسك ويقول لك والله الدنيا صعبة والفلوس الشركة كلها بره مفيش تحصيل بلا 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 بلا. ولما يقعد مع عميل أو وكيل لينا في أي حتة أو أي حد طالب منه أي حاجة، هو جوني الكبير قوي. في ناس من النوعيات دي كتير جدا، ولو عايز تشوفهم بقى دلوقتي هما موجودين في لايفات التيك توك بتوع ارحب يا ابو طلال اللي لابسين مقطع دول، لو عايز تشوفهم قدام عينك يعني، هما بيشحتوا في اللايفات بهدوم مقطعه وبره اللايفات مليونيرات. لو حد شاف نوعيه من الاشخاص السيئه دي يا ريت يكتبوا لي في الكومنتات ويحكي لي هو مين وقصته. تحياتي.